ملخص فيلم الاسكندراني بطولة أحمد العوضي. الفيلم ده من أول ما نزل وبنسمع الكلام إنه من أحسن الأفلام الأكشن اللي نزلت آخر 10 سنين، فأنا بقى حبيت أتأكد من الكلام ده. اعمل لك كوباية شاي يا صاحبي واسمع معاه ملخص الفيلم كامل بكل التفاصيل. بيبدأ الفيلم ببكر الشهير بالاسكندراني، بيكون راجع بلده على السفينة وبيكون مستنيه اسطول العربيات بتاعه. بنروح لمحلات السمك بتاعت أبو الاسكندراني، وبيكون أبوه بيتكلم إن ابنه سافر من 10 سنين وما رجعش، وبيجي الناس للمحل بتطلب منه إنه يخفض سعر السمك، وفعلا بيسمع لهم ويخفض الأسعار، وبيزعق ليونس ابن أخوه وبيقول له ما تجيش على الغلابة تاني. بيوصل بكر وصاحبه بيقول له إن اشترى له القصر ده عشان يقعد فيه، وكمان اشترى له يخت. وبنلاقي واحد غريب بيكون مراقب بكر وبيشوفه لما يطلع القصر بتاعه. بيكون يونس واقف مع ابو الاسكندراني وبيجيله تليفون، بيرد وبيطلع بكر هو اللي بيكلمه وبيقول له ان راجع تاني بكره. بيتخض يونس لما بيسمع كده وبيكون واقف مصدوم، وبيدخل يقول لابوه انه هيرجع بكره. ابوه بيسمع كده بيطلع يلم الحاره كلها عليه وبيوزع عليهم شربات. بيكون يونس قاعد متضايق ان بكر رجع تاني، وبيقول لمراته ان بكر سرق ابوه وسافر، وان هو اللي خدم عمه طول السنين دي كلها، وفي الاخر بكر لما يرجع هياخد كل حاجه. وبيحكي ان لما ابوه مات كان بكر بيعايره علشان كان شغال عندهم وهم اللي بيجيبوا له لبس. كمان بيقول لها بكر جاي مش عشان الوكاله، ده جاي عشانك انتي. بيوصل بكر لليخت بتاعه وصاحبه بيقول له كده حلوت، وبنرجع بالزمن ل10 سنين ورا علشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط، وبكر سافر ليه وازاي، وكمان ازاي بقى غني كده. بيكون في ماتش ملاكمة على شط البحر، وكل اللي واقفين بيكونوا بيشجعوا بكر الاسكندراني، وفي نفس الوقت بيكون في زفة في الحارة وابوه بيكون بينقطهم لانه المعلم وكبير الحارة. بنرجعوا تاني لماتش الملاكمة والناس بتراهن على اللي هيكسب، وكله بيكون مراهن على بلطة اللي قدام بكر. وبيبدأ الماتش وزي ما كلنا عارفين ومتأكدين ان بكر بيكسب، وبيكون ابوه بيرقص في الحارة عشان الفرح والزف وبيكون بيحييهم. بيرجع بكر الحارة تاني وبتكون قمر واقفة في الزف، بيزعق لها ويقول لها انت بترقصي في الشارع، وبيقول لها تروح تروح، بس بتقول له لو روحت مش هتعرف تنزل تاني. فبيقول لها خلاص ما تروحيش وهستناكي بعد المغرب. بيقف بكر مع الخواجة يرجو، بس بيتضايق منه لما يقول له يا خواجة. ابوه بيجي ويقول له انت كنت فين يا بكر؟ اكيد كنت في ماتشات الملاكمة وبتخلي شوية عيال يتراهنوا عليك. قال له بس انا ما بلعبش ملاكمة عشان الفلوس، انا بلعب عشان مزاجي. ابوه بيقول له طب وتجارة ابوك يا ابني والوكالة؟ بس بيقول له ربنا يطول لنا في عمرك، وبيسيبه يمشي. بيجي الخواجة يرجو وبيزعل لما يقولوا له يا خواجة، لان زمان كانوا بيقولوا له يا يرجو على طول ومحدش بيقول له يا خواجة ويحسسوه انه غريب. بيروح بكر يقابل زكي صاحبه، وصاحبه بيحكي له عن بضاعة متهربة يشتروها ويكسبوا فيها فلوس حلوة قوي. بيروح بكر يقابل قمر وبيحكي لها انه داخل على شغل لو نجح فيه هيكسب فلوس كتيرة قوي. قمر بتقول له انا نفسي تكون راسي زي يونس. هو بيسمع سيرة يونس من هنا وبيتعصب ويزعق لها. بيروح يطلب من ابوه الحاج علي فلوس علشان يشتغل بيها. ابوه بيقول له فهمني هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ بس بيرد عليه انه يشتغل في الوكالة احسن، وابوه بيقول له انه يشتغل في الوكالة احسن، بس هو بيكره الوكالة وشغل السمك. بيتعصب ابوه عليه وما بيرضاش يديله الفلوس. بيروح واحد ليونس ويقول له انا كنت رايح اصرف الشيك بتاع الحاج علي والبنك قال له انه مفيهوش رصيد، وبيسيب الشيك ليونس ويمشي ويقول له لما الفلوس تحضر بلغوني، ولو محتاجين حاجة بلغوني. بيجي بكر ويطلب من يونس الفلوس، بس بيقول له ان مفيش فلوس وكمان في شيك جه اترفض، فبيطلب منه انه يديله الفلوس اللي في الخزنة، ويونس بيرفض. بكر بيتعصب عليه ويقول له دي فلوس ابويا، بس يونس بيقول له لو الحاج طلب مني ان انا اديها لك هعمل كده. بيجي زكي ويقول ليونس ان غفر السواحل مسكت البضاعة. بكر بيتعصب لانه هيبان فاشل وحرامي قدام ابوه وكمان يونس. بيروح لابوه وابوه بيزعق له ويقول له انت بتسرقني يا بكر، بس بيزعل ويقول له انا مش حرامي، انا اخدت الفلوس شغلتها في التجارة وخسرت. يونس بيقول له انت ملموم على شلة صيع. بيرد عليه بكر سخن كويس يا ابن عمي، انت عايزها تولق. قال له انا لو بسخن كنت هقول لعمي على الفلوس اللي انت طلبتها مني ان انا اديها لك من الخزنة من وراه. ابوه بيضربه بالقلم، بس بكر بيمسك ايديه ويقول له انا ما انضربش بالقلم من حد، وكمان ما انضربش قدام الناس. ابوه بياخده وبيضربه قدام الحارة كلها، والناس بتيجي بتقول له انت ليه بتمد ايدك عليه في الشارع؟ ابوه بيحكم عليه انه يمشي وما يرجعش الا بالفلوس وتكون حلال من عرق جبينه. بيقول ليونس انا هسيبها لك وهمشي، بس اوعى تفتكر انك كسبت، انا راجع تاني. قمر بتروح له وبتكون بتعيط وبتطلب منه انه يرجع معاها تاني،
بس ما بيرضاش، وبيقول لها سنة ولا 2 وهرجع لك تاني، وهرجع كبير ومعايا فلوس، وبيقول لها انت لازم تستنيني. بيروح بكر هو وصاحبه وبتقول له هستناك يا بكر، وبيركب اللانش. وبعد ما بيمشي ابوه بيجي وبيعيط، ومراتاته التلاتة بيقولوا بقاله اسبوع ما بياكلش. ومن يوم ما بكر مشي وهو بيعيط، بيروح الحاج علي على المقابر لمراته وبيعيط لانه ما قدرش يحافظ عليه وسابه يمشي. بيوصل بكر وزكي ايطالي وبيبداوا يدوروا على شغل، وبيقفوا قدام مطعم يجمعوا من بعض فلوس عشان يجيبوا سندوتش ويقسموه سوا، وبيحاولوا يفتحوا فرشة يبيعوا فيها حاجات بس محدش بيشتري، وبيروحوا يفرشوا في الشارع وفي السقعة وبيناموا. ابوه بيخلي كله يدور عليه ويقولوا له سألنا في كل حتة وفي المواني ومحدش يعرف مكانه برضه. بيوصل هو وصاحبه زكي صالة للملاكمة تحت الأرض وفيها رهانات برضه. زكي لما بيشوف اللي تحت بيقول له انت هتعمل ايه مع الحيتان دول؟ قال له عادي انا هغلبهم برضه. بس بكر بيقول له انا مش ده حلمي، انا حلمي اروح الاولمبياد. بيرد عليه زكي ويقول له الاولمبياد ايه بس؟ انت لما تكسب دول الاول تتكلم. بيروح لصاحب المكان ويقول له انا ملاكم وعاوز العب معاهم، وفعلا بيقتنع بيه وبينزله جولة وبيكسب. بيكون ابوه قاعد بيقول انا اموت ولا ان حد ياخد مني جنيه عافية، وبيقول فينك يا بكر، كنت تقف جنب ابوك، ده وقتك تسند ابوك فيه. وبيجي واحد بلطجي يقول له ادفع، وبيكون معاه رجاله بس ما بيرضاش يدفع وبيتخانق معاهم، بس طبعا بينضربوا والخواجه يرغوا وكمان بيتعور. لما بيجي يونس بيزعقوا له ويقولوا له انت راجل، انت رحت اتدريت. بس المعلم علي بيقول لي يونس ملوش ذنب، لو كان بكر جنبي محدش كان قدر يعمل حاجه. بس قمر بتقول له بكر مش راجع يا عم علي. بيعيط وبيقول لها ليه كده يا بنتي، ده انا عايش على الامل ده. بيكون يونس بيلعب مباراة وبيجي شخص باين عليه انه مهم قوي، لدرجة ان صاحب حلبة الملاكمة لما عرف انه جاي قام يجري يسلم عليه وساب المكان. ولما بيدخل بيتفرج على المباراة اللي فيها بكر، المعلم علي بيزعق ليونس لانه بيجي على الغلابة. وبنرجع تاني لحلبة المصارعة، والراجل ده بيسأل هو مين ده؟ فصاحب المكان بيقول له ده بكر. بيكون قاعد الخواجة يرغو معاهم وبيعزف على الكمان، والمعلم علي بيقول له انا كان نفسي اخلف بنت زي إلينا بنتك. فبيرد عليه ويقول له إلينا مش هيبقى لها حد في مصر غيرك من بعدي. بعدها بنكتشف ان الخواجة يرغو مات، وابو قمر بيقول لها انا خايف اموت واسيبك لوحدك، وبيكون عاوزها تتجوز قبل ما يموت، وبتقول له انا مقري فتحتي على بكر. بيرد عليها ابوها ويقول لها انا بقالي 5 سنين صاينها الفتحه دي وهو لسه ما جاش. وبيموت الحاج لطفي ابو قمر، وبيروح لها الحاج علي ويقول لها انا ملزم بيكي وملزم ان انا اجوزك، وهجوزك يونس عشان انفذ وصيه ابوكي. وفعلا بيتجوزوا. وبيكون المعلم علي قاعد مع مراته وبيحكي لها انه متاثر بغياب بكر وخايف يموت قبل ما يشوفوه. فبيدخل مراتاته التلاتة يقولوا له يجوز إلينا اللي هي بنت الخواجه يرغو، بس بيزعق لهم ويقول لهم مش هجوزها لحد. وبتدخل إلينا وبتسلم على المعلم علي. بيكون بكر بيقول لصاحبه ان زهق من شغل العصابات والدم اللي مع ماركو، بس صاحبه بيرد عليه ويقوله ان الشغل ده احسن من شغل الملاكمه وبيكسبهم اكتر. زكي وبكر بيروحوا مع ماركو عمليه بيع الماس، بس العصابه بتغدر بيهم وبيضربوا عليهم نار. بعدها بكر بياخد ماركو ويحميه وبيضرب نار على العصابه وبيقول لماركو يهرب. بعد كده بكر هو وزكي بيخلصوا على كل الموجودين، وبيتصاب بطلقه في دراعه مش بتأثر عليه قد كده، وبيلاقي واحد سارق الألماس وبيهرب بس بيقتله وياخد شنطة الألماس. وبيقول لصاحبه احنا لو رجعنا الألماس مش هنكسب فلوس كتير، احنا ناخد الألماس ده كله لينا. بس صاحبه بيقول له كده ماركو هيلاقينا وهيخلص علينا. قال له لا، احنا بالنسبة له هنكون ميتين. وطلعوا بطايقهم ويحطوهم في جيب جثتين من اللي ماتوا. بس زكي بيقول له دول مش شبهنا خالص. فبكر بيضرب عليهم نار عشان يشوه ملامحهم، وبياخدوا شنطة الألماس وبيهربوا. وبيروحوا يقابلوا 2 ضباط شمال عشان يدولهم فلوس ويضربوا التقرير ويبعدوا الشبهة عنهم خالص. وبيروحوا الخبير عشان يبيعوا الألماس وبيقول لهم ان الألماس تمام. وبيشوفوا المواقع اللي منزلة الخبر، وبيقول لزكي حتى المواقع المصرية نزلت الخبر وكاتبين لم ينجو أحد. بس بيقول له ماركو لسه عايش وانا مش مطمن. بس بيقول له جمد قلبك، احنا سيبنا له البلد كلها ومشينا. وقال له بيني وبينك انت صح، احنا الامان بتاعنا ان احنا نرجع مصر. وبيقول له انا هرجع اسكندرية على مركب زي ما جيتها على مركب. وبيكون ابوه بيحتفل ان ابنه خلاص رجع، وبيجي بكر في اسطول العربيات بتاعه، وابوه بياخده في حضنه ويقول له 10 سنين ليه يا ابني، انا كنت عملت فيك ايه؟ فبيرد عليه ويقول له سامحني انا غلطان. فبكر بينادي على يونس، ايه هو انت مش هتيجي تسلم على ابن عمك؟ وبيحضنه وبيكون عارف ان هو اتجوز قمر، وبيفتكر وهم صغيرين لما كان بيتخانق معاه عشان ما يقربش من قمر.
بكر بيقول له مبروك يا ابن عمي، مش انت اتجوزت خطيبتي في غيابي وخلفت منها؟ وبينادي على قمر وابنها وبيديله هديه وبياخد قمر في حضنه وبيقول لها البقيه في حياتك ومبروك على الجواز. وبتيجي إلينا تسلم عليه وما بيكونش عارفها وبيتصدم ان ال10 سنين غيروها قوي كده. بيقعد مع ابوه وبيسأله سؤال ويقول له جاوبني، انت جاي نيتك صافيه ولا جاي شايل؟ فبيقول له لا انا نيتي صافيه، انت من 10 سنين طردتني وقلت لي مرجعش الا لو معايا الفلوس اللي اخدتها منك. فابوه بيقول له الموضوع ما كانش فلوس، ده كان موضوع علاء، انا كنت بعلمك، خد فلوسك وانزل كبر الوكاله. وبيعاتب عليه ان ليه جوز يونس لقمر. بتسمع إلينا صوته وهو مخنوق ومتضايق عشان قمر اتجوزت وبتكون بتحبه. ابوه بيقول له انا جوزت يونس قمر عشان معرفش انت عايش ولا لا. فبكر بيقول له انا زهقت ابعت لك كل شويه جواب وارن عليكم. ويونس يقول لي ابوك مش عاوز يكلمك. ابوه بيتصدم ان يونس عمل كل ده بس بيعمل نفسه عارف وقال له لان كنت زعلان منك وكنت مستنيك ترجع. ابوه بيروح ليونس يقول له بعد ما ربيتك تعمل فيا كده؟ انا ما صعبتش عليك طول ال10 سنين دي. وبيضربه وبيقول له انت عملت كل ده عشان تكسبني وعلشان قمر، انا مش مسامحك يا يونس. قمر كمان بتقول له انت ضحكت عليا وخبيت الجوابات وغيرت تليفوني عشان تبعدني عن بكر وتبعده عن ابوه، انت مش راجل. فبيتعصب عليها وبيضربها. لينا بتروح لعم علي عشان تعرفه انها هتمشي علشان مش هينفع تقعد في البيت بعد ما بكر رجع. فبيرد عليها ان بكر عنده بيت تاني وكمان هم اخوات عادي، بس بتتضايق لما بتقوله انهم اخوات وبتقول له احنا مش اخوات، انا ازاي اكون بحب اخويا؟ بيكون الحاج علي متفاجئ انها بتحبه وبيفرح وبيتمنى انهم يتجوزوا وبيرفض انها تسيب البيت وترجع بيت ابوها. بس مراته بتدخل وبتقول له انا هروح معاها هخلي بالي منها. فبيوافق. بيقعد بكر وبيشوف فلوس الوكاله وبيتضايق ان الفلوس بتاعت الوكاله اغلبها بره عند التجار وبيقول له الحسابات دي كلها بايظه. بيدخل ابوه يقول له ان الحسابات دي كلها سليمه وانه بيعمل كده عشان يفضل فاتح بيوت التجار ويسيبهم يسترزقوا. بيقعد بكر مع ابوه في البيت وابوه بيقول له ان لينا بنت الخواجه بتحبه، بس بكر بيرد عليه ويقول له ان لما سافر بره شاف زي لينا دي كتير قوي خواجات. بيرد عليه ابوه يقول له يا ابني دي تربيه ابوك، دي مش زي اي حد انت شفته قبل كده. بس بكر بيرفض وبيقول ليونس يمشي عشان عاوز يتكلم مع ابوه في موضوع. ابوه بيقول له يا ابني خف شويه على ابن عمك. فبكر بيقترح على ابوه انه يجدد الوكاله ويشتري نصيب قمر من القهوه وابوه بيوافق. بينزل الحاج علي الوكاله الصبح ومش بيلاقي اي سمك ولا شغل، فبيسأل اللي شغالين معاه هو فين السمك. بيرد عليه ويقولوا له ان بكر اشترى السمك كله. ولما بكر بيوصل ابوه بينادى عليه وبيسأله هو فين السمك اللي انت اشتريته. فبيدي لابوه شنطه ولما بيفتحها بيلاقي فلوس. فبيسأله هي دي بتاعت ايه؟ قال له انه باع السمك للتجار وكمان كسب فيهم. بس ابوه بيقول له طب والبياعين اللي بيشتروا مننا؟ بكر بيقول له انا ما نسيتهمش، انا قلت للتجار يبيعوا لهم برضه. ابوه بيتعصب ويقول له انت استكترت عليا الثواب اللي انا بعمله وبعتهم لحد تاني يشتروا منه. يونس بيقول للحاج علي اشترى القهوه ووكاله الصيادين ومحلات تانية كتير. ابوه بيستغرب وبيسأل هم فعلا ليه المحلات دي كلها قافلين؟ بيرد عليه يونس ويقول له ان هما مش هيفتحوا تاني لان بكر اشترى كل المحلات دي. فبيتعصب ابوه بيقول ان المحلات دي كلها لازم ترجع تفتح تاني. بكر بيوافق على كلام ابوه بس بيسأله هو انت معاك فلوس تدفع اللي هم خدوه؟ زكي بيقول لبكر انا كده اشتريت المنطقه كلها بس في حاجه، وبيقول له ان لينا وجابر مش عايزين يبيعوا المحلات. فبكر بيقول له انا هتصرف وبيقول له خد الرجاله ودلعهم ووديهم يسهروا. وبيكون الراجل اللي بيراقب بكر من اول ما نزل مصر وراه وبيراقبه تاني. وزكي بيسهر الرجاله وبيديهم مخدرات وبودر. بكر بيروح للغشيم اللي جه واتخانق مع ابوه وضربه. فبيرد عليه ويقول له لو انت فاكر الخرفان اللي معاك دي هتحميك ويعلموا عليا فانت ما تعرفنيش. فبيقول لرجالته يرجعوا ورا وانه هيعلم عليه هو ورجالته لوحده. وبيتخانق معاهم وبيضربهم وبيقول له انت هتروح تعتذر لابويا. وبيكون عامل حفله في المنطقه عشان المحلات الجديده اللي هو فتحها. وبيجي الغشيم وبيعتذر لابوه وبيقبل اعتذاره وبيقوم هو وابوه يرقصوا في الحفله. وبيروح بكر لينا وبيقول لها سيبك من ده كله وتعالي اشتغلي معايا. وبترفض انها تبيع المحل بتاع ابوها وبتقول له انت بتيجي على ابوك كده وبتمنعه من الشغل اللي هو بيحبه. ابوك لما ضربك ما كانش يقصد يزعلك بس كان بيعلمك. قال له لما بعت له جوابات وما يردش عليا وما يكونش عاوز يكلمني. بتغلط لينا وبتقول له ان ابوه عمره ما جاله جواب منه. فبيتعصب وبيسألها جوابات ايه اللي ما وصلتهوش وبتحاول تحور عليه وما تقولوش الحقيقه. فبيقول لها انا هعرف الحقيقه لوحدي. فبيروح لرجالته ويسأله فبيقولوا له ان يونس هو اللي كان بيقطع اي اتصال بينه وبين ابوه وكمان كان بيقطع الجوابات.
وانه كان متفق مع بتاع البوسطة ان يدوله اي جواب يجي. بيبعت ليونس عشان يجيبه، وبيكون الراجل بتاع البوسطة موجود وبيقول له انت تعرفه؟ فبيقول له اه. بكر بيرد 60 جواب بعتهم، وكل لما اكلمك في التليفون تقول لي ابوك مش عايز يشوفك. وكمان قمر كان بيقول له انها مش عاوزه تشوفه وغير لها الفيسبوك عشان ما يعرفش يوصل لها. يونس بيرد عليه ويقول له انها كانت غلطه. قال له انت خططت وخدت كل حاجه وخدت قمر. بيرد عليه ويقول له انها اتجوزته بمزاجها. فبيتعصب بكر ويقول له لا مش بمزاجها، انت ضحكت عليها واتجوزتها، وانت كمان زي ما اخدتها غصب عني هترجعها برضاك. بس يونس بيرفض يطلقها، فبياخده قدام الحاره كلها وبيضربه، وابوه بيجي بيمسك ايديه، وكمان قمر بتيجي وتقول له انت بتضربه ليه؟ حرام عليك. بيتعصب بكر من ابوه علشان خبى عليه لما عرف ان يونس هو اللي كان بيقطع الجوابات. بس ابوه بيقول له انا كنت خايف عليك انت من اللي هتعمله فيه، وانا مش مسامحه طول عمري. بيتعصب بكر ويقول له انا عشان خدت منك فلوس زمان قلت لك هرجعهم، طلعتني حرامي وطردتني، وهو لما حرمك من ابنك 10 سنين تقول لي انا مش مسامحه، انت ولا ضربته ولا طردته. بيقول له انت سايب الشيطان ده جنبك وانا مش مسامحك يابا. بتروح قمر عشان تقابل بكر في اليخت بتاعه، وبتقول له انا عاوز اتكلم معاك. بتقول له انا استنيتك. بيرد عليها انه قعد 10 سنين بيحاول يكبر علشان يرجع لها، وكان مستنيها تنفذ وعدها لما قالت له انا هستناك. فبتقول له انا دلوقتي متجوزه وبحب ابني وجوزي. بيتعصب ويقول لها انت اتجوزتيه بس مش بتحبيه. فبتقول له انا عاوز اعيش انا وابني وجوزي في امان، ولو عاوزنا نمشي ونسيب اسكندريه كلها نمشي. وبيوعدها انه مش هيأذيه، وبتقول له احلف، بس بيقول لها امشي يا قمر. وبكر بيقعد مع الرجاله، وزكي بيبلغوا عن الراجل اللي بيراقبه، وعرف ان هو ايطالي وجاب لهم مصر وقاعد في اوتيل. فبكر بيقول له احنا كده اتعرفنا واتكشفنا. والحاج علي بيلاقي صاحبه جابر اللي كان فاضل ما باعش المحل بتاعه لبكر، باع له المحل هو كمان. وعلي بيتصدم لما بيعرف منه انه باع المحل، فبيقول للينا كده مفيش حد ما باعش لبكر غيرك انت. يونس بيكون مع قمر في بيتهم، وجرس البيت بيرن، فبيفتح الباب وبيلاقي بكر بيقول له انا عاوز اقول لك كلمتين، انا هديلك الفلوس اللي انت عاوزها كلها وتمشي من هنا. بيوافق وبيقول لقمر يلموا هدومهم، بس بكر بيقول له انت هتمشي من غيرها وهتطلقها. بترد قمر عليه وتقول له ده الوعد اللي انت وعدتهولي. بيتعصب يونس ويقول لها وعد ايه؟ فبتعترف له انها راحت له عشان تقول له يبعد عنهم. فبيتعصب يونس وبيكون هيضربها، بس بيحذره بكر انه هيضربه لو عمل كده، ومد ايده عليها. بيدخل ابوه يقول له امشي ما تجيش هنا تاني. بكر بيقعد مع صاحبه ويقول له الولد اللي ورانا ده احنا هنقتله، وكمان بيطلب منه انه يجيب له يونس ويربطه. لما بيجيب يونس بيرمي عليه فلوس عشان ياخدها ويمشي ويطلق قمر، بس يونس بيرفض يطلقها. قال له انت هتطلق قمر وانا هتجوزها. وجاب الراجل اللي كان بيراقبه وقتله قدام يونس، وبيهدده انه لو مطلقهاش هيقتله هو وابنه، ولو وافق يمشي هيرجع الولد لامه وهو يسافر في اي مكان. فبيخاف يونس ويوافق. وبيجي رجالة المعلم علي وبيقولوا له انهم مش لاقيين يونس ودوروا عليه في كل حته. بتطلع قمر وبتزعق للمعلم علي وبتقول له خلاص نسيت يونس؟ مش ده اللي كان شايلك انت والوكاله؟ بيرد عليها جابر صاحبه وبيقول لها انهم دوروا عليه والغايب حجته معاه. فبيطلع بكر وبيزعق لقمر وبيقولها انت بتزعقي ليه؟ في ايه؟ وبيعرفها ان جوزها خد منه فلوس وطلقها وهيبعت لها الورقه في البوسطه. بس قمر بتكدبه ومش بتصدقه وتقول له انا ما اتباعش بالفلوس. فبيشهد رجالته انهم كانوا حاضرين وهم بيطلقها، وبيديلها ورقه من المأذون تثبت انه طلقها. وبيجيب التليفون يخليها تكلم يونس وبتساله هو انت فعلا طلقتني؟ فقال لها اه طلقتك. قمر بتتصدم وبتقول انت مصدق يا عم علي اللي بيحصل؟ فبيرد عليها جابر ويقول لها الكلام حصل قدامنا اهو وكلنا سمعناه. وبتقول له مش قمر اللي تتاخد غصب يا بكر. فالمعلم علي بيقول لها روحي بيتك يا قمر. ابوه بيقول له انت عملت ايه في ابن عمك؟ بس بيرد عليه انه خد منه فلوس كتيره لانه واطي، ولو ما كانش واطي ما كانش عمل كل ده من الاول فيهم. بيروح ليونس ويقول له انا كده خدت حقي منك وما تقلقش على ابنك، انا كل شويه هخليك تيجي تشوفه، بس لو رجعت المنطقه تاني هقتلك او لو قال لقمر على اللي حصل. بتروح قمر تاني لعم علي وتقول له الموضوع ده مش صح، اكيد بكر هدده، بس بيقول لها روحي بيتك يا قمر. بيروح لمراته المقابر وبيقول لها الله يرحمك لو كنت لسه عايشه كان زمان ابنك ما بهدلنيش كده. فصاحبه بيجي ويقول له ابنك بيوزع بودره على الناس في الحاره وبقى يدي للعيال الصغيره والشباب.
بيروح لقمر ويقول لها انه بيحبها وهي كمان بتحبه وما تخبيش ده على نفسها. ابوه بيدخل يزعق له ويقول له انا مش قلت لك ما تدخلش البيت ده تاني، وكمان بيزعق لقمر عشان سمحت له يدخل البيت وبياخده وينزله، وبيقول له ارجع مكان ما جيت، ابعد عن اسكندريه كلها. بس بيقول له انه راجع ياخد كل حاجه هو حرمه منها زمان، ويقول له انت تقعد تتفرج. بكر بيروح ليلينا البيت وبيقول لها انا ما لقيتش مكان اروح ومحدش بيكرهني فيه غير هنا، وبيكون زعلان ان بعد 10 سنين ابوه عاوزه يمشي. بتطلب منه انه ينسى قمر وما يفكرش فيها، فبيقول لها طب انت ما عرفتيش تنسيني ليه؟ فقالت له انها بتحبه من وهي صغيره، بس بيقول لها انا زي اخوكي وبشوفك اختي الصغيره. فبتزعل لينا وبتدخل اوضتها، وبكر بيكون شارب وبيدخل وراها ويقول لها ما تزعليش. وحصل بقى اللي حصل، وبتكون لينا قاعده بتعيط، وبتدخل مرات ابوه وبتشوف بكر عندها وهي بتعيط، ولما بيفوق بيتخض من اللي هو عمله، فبتروح للحاج علي تحكي له اللي حصل، فبيعيط ويقول لها سامحيني ما عرفتش اصون امانه ابوكي. بيروح الحاج علي لابنه بكر وبيدخل القصر بتاعه، فبكر بيحاول يوضح له ويفهمه انه ما كانش يقصد يعمل كده، وكمان هو ما كانش في وعيه وكان شارب. بيقول له انت لازم تتجوزها يا بكر، بس بيرفض ويقول له انا كنت فاكرها زيها زي اي خواجايه. ابوه بيقول له انا عاوزك تنضف، انا عارف ان الدنيا وسختك بس انا عارفك. وبكر بيرفض برضه، فابوه بيتعصب. لما راحوا على البيت قال له انت لازم تتجوزها، فبتطلع مرات ابوه وتقول له لازم تتجوزها، ما ينفعش بعد كل ده تبوظ سيره ابوك. فبكر بيزعق لها ويقول لها انت مالك. ابوه بيرد عليه ويقول له فكر كويس، انت لو رفضت انا ههدلك الدنيا دي كلها اللي انت فرحان بيها. بكر بيصحى من النوم وبيلاقي واحد اجنبي عنده بيبلغه انه من طرف ماركو وان عاوز الالماس منه والا هيقتله هو وعيلته، بس بكر بيرفض انه يرجع له الالماس، فبيديله مهله 24 ساعه عشان يرجع له الالماس بتاعه. لما بكر بيطلع بره بيلاقي رجالته كلها متثبته بالسلاح، فبيتعصب ان هم ازاي وصلوا له وكمان ثبتوا الرجاله دي كلها، فبيقول لزكي يزود الحراسه ويركب جهاز انذار. بتكون لينا بترجع اكتر من مره في البيت، بتتخض مرات ابوه وبتقول لا تكوني حامل، فلينا بتخاف وبتعيط. بيروح الحاج علي لابنه ويقول له تعالى انا عاوزك، فبيبلغوا ان لينا حامل ومفيش تفكير وبكره لازم يكتب كتابه عليها. وبتيجي رجاله ماركو وبيقتلوا كل الرجاله وبيطلعوا البيت، فجهاز الانذار اللي في البيت بيضرب، فبيطلع بكر مسدسه وبيخلي كل اللي فاضلين من رجالته يحموا المداخل وبيضربوا نار على بعض. كل رجاله بكر بتموت، ما بيتفضلش غير هو وزكي بس، فواحد بيدخل بالسكينه بيعوره جامد بس بكر بيقتله برضه. وبيدخل زكي وبيلاقي واحد هيقتله بس بيحميه وبياخد هو رصاص مكانه وزكي بيموت. بينزل رجالته وبيدوهم الفلوس ويقول لهم قسموها على بعض، وهو هيروح يسلم على ابوه ويسافر. بيرجع بكر الحاره وبيكون يونس مستخبي وفي ايده سكينه، ولما بيشوف بكر بيجري وبكر مش بياخد باله منه، فبيطلع يستخبى في بيته هو وقمر. بيطلع بكر وبيخبط على قمر ويقول لها افتحي انا عايز اقول لك كلمتين وهمشي على طول، ولسه بيقول لها انه هيمشي ويسيب البلد. فبيطلع يونس عليه بالسكينه وبيكون عاوز يقتله، وقمر بتصوت وتقول له سيبه يا يونس. فبيجي الحاج علي وبيضرب يونس والسكينه بتيجي فيه وبيموت، فابوه بيقول له سيب السكينه بس مش بيرضى، فبيضرب نفسه بالسكينه. ابوه لما بيشوفه كده بيعيط. بكر بيطلع من جيبه ورقه وبيديها لابوه وبيقول له ده عقد جوازي على لينا ممضي من 2 شهود علشان مش هلحق اكتب كتابي عليها. فبيموت هو ويونس والاسعاف بتيجي تاخده. ابوه بياخد قمر ولينا وبيمشي، وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش تسيب لنا رايك في كومنت عن الفيلم واعمل لايك واشتراك، وبس سلام.